زين وادي النصارى بسوريا معنى المتباري الثالث أيهم الداود. على لبنان خدني يا قصيدي، عهاك البحر وجبال العنيدي، وعأرز تزينت فيها الطبيعة، على عرش الدنيا بتبقى الوحيدي. أنا لبنان بسهول الوسيعة، بعد وأم الجارة بعيدي، ومهما قسيت ظروف القطيعة بيبقى دمها ماشي بوريدي. الشام بعطفها طفلي وديعة، جدايل شعرها جدلتها بإيدي، وحتى تنتهي النكبة المريعة بسما بيروت عم أربط جديلي، وربطت التاني بشامي العتيدي. أوف 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 أوف. ويا موسى جيت من وادي النصارى، وما همي الربح ما همي الخسارة، همي من بعد ما تسمعوني تعطوا الجوهرة قيمة عيارة. أنا صياد صعب يحرجوني، سلاحي شعر بشرقة شرارة، شوفوا الشمس هرت عن غصوني، وهربت كتر ما بوجي حرارة. أوف 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 أوف. عصرت الغيم شبعت بفنوني، تشتى عالدني فكر وحضارة، غزلت خيوط من رمشة جفوني، تحيك للزجل توب الإمارة. حلو. سقيت الشعر من دمعة عيوني، وعلى بحور صرت مينا ومنارة، عطيت من صور فكري معوني، تكل ما عطشت خوابي القصيدي، تشرب أيهم وتصبح سكارة. أيهم فاجأتني، أنت كتير حلو، فت بطريقة كتير حلوة، حفظت كرامة بلدك وكرمت البلد اللي انت فيه، وبعدين حكيت سببك انك انت بعرف شو القصد بالنسبة للموضوع. عجبتني عندك انه هربت كتر ما بوجي حرارة عن هوني، تحيك للزجل توب الامارة. عندك نفس كتير حلو، وبعدين ادائك منيح ووجهك لائق، تبهدي على صوتك شوي، صحتين. تسلم. أيهم صوتك جميل، وحضورك المنبري بيشد يلي عم بيشوفك وبيسمعك. طبعا عندك بقصيدتك جمانة. جمانة يعني هي الحجر الأساسي بالعقد، ونحن هلأ ببيت عقد رائع. هي لوحة الطفلة، هي اللي هي الشام. ولمن صارت جدولة ميلة سوريا وجدولة للبنان، هالصورة منشوف فيها من قبلك براءة وشيطنة، صورة الطفلة، وعد بحكايات كلها أمل وحياة جديدة. طبعا هالقربة بين هالبلدين الشقيقين على طول بتضل بوجدان الإنسان العادي، فكيف بوجدان الشاعر. من ميلة تانية الفخر عندك لما حكيت عن الفكر والحضارة، توب الإمارة، المنارة، كل هالعلامات العظيمة يلي نسبتها لإلك وهجة بخف لما بتقول خوابل معنا أو المعنى بتشرب أيهم وتصبح سكارة.
صرت عم بتقلنا خواص الشعر، الإلهام، الحلم، صرت السبب والغاية. مع أنه الفخر معك في كتير مغالاة، إلا أنه جمال الصور خفف من حمل هالمغالاة وأخذنا معك بسحر الشعر. المتباري الرابع معنا